شخص مجهول قاعد بين الحاضرين وحامل بجيبته فرد منقوش على رصاصاته عبارة لا للفاشية، وهذا الشخص مقرر انه ينتقم من صديق ترامب المقرب وحليف إسرائيل، وبثواني كتير معدودة. مع أنه هو رافض للتحول الجنسي ومع الزواج التقليدي كان على علاقة مع متحول جنسي، ورغم عبارته الشهيرة غيروا رأيي لقى حدا يسكت له صوته ورأيه لأبد الآبدين. فكيف انتهت قصة تشارلي كيرك بلحظات قليلة؟ الأمريكي تشارلي كيرك المولود 1993 في مدينة شيكاغو، ويلي قرر انه ما يكمل دراسته ليعمل منظمة تسمى Turning Point USA ليواجه فيها بما يسموه اليسار الراديكالي. شو يعني اليسار الراديكالي؟ باختصار يعني السعي للتغيير الشامل بالمنظومة الاقتصادية والقانونية تبع البلد، يلي هذا هو بيمشي عليه اليسار الراديكالي. كمان أطلق برنامج له خاص سماه غيروا رأيي على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقرب كيرك كتير من الرئيس ترامب الأمريكي طبعا، وتقربه لترامب خلاه يدافع عن ترامب وسياسة ترامب، ويدافع كمان عن الحليف الأول لأمريكا اللي هي إسرائيل، وهذا اللي حطه بمشاكل كتير كبيرة ومليان بالمخاطر، يعني نفق أسود ما له طلعة. وكان بداية دخوله لهذا النفق المظلم والمعتم والأسود مثل كحل الليل عام 2019 لما راح زار إسرائيل، وقتها بالضبط راح أعلن إنه هو الحليف الاستراتيجي الديني لإسرائيل، يلي أكد عليه كمان إنه إسرائيل حولت الكتاب المقدس لواقع ملموس. من خلال كلامه وتصريحاته دائما كان ينوه إنه هي إسرائيل مثل صديق للديانة المسيحية، وهي حدا أو كائن لا يتجزأ من الكيان المسيحي في الشرق الأوسط أو للهوية المسيحية بشكل عام. وما انتهت تصريحاته لهون وبس، لا وكمان طالب بنقل السفارة الأمريكية من موقعها في إسرائيل إلى القدس المحتلة، وهذا الشيء طبعا يلي خلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الواطي يقول عنه إنه هو الصديق الأسد لدولة إسرائيل. وبعد هاي الزيارة ب 2019 صار عمار كيرك متحدث رسمي ومؤثر قوي بالمنظمات اليهودية، بس كانت أبرز تصريحاته بعد هجوم 7 أكتوبر على دولة إسرائيل، يلي قال فيها إنه المقاومة في فلسطين عم تستخدم الإسرائيليين كدروع بشرية لإلها، وطبعا نفى تماما إنه إسرائيل عم تعمل أو عم تستخدم سياسة تجويع لفلسطين أو لغزة. ويلي أكد فيها كمان إنه يلي عم يسرق المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لأهل غزة وفلسطين هن نفسهم المقاومة، وانتم بتعرفوا مين قصدي. بالرغم من كل دفاعاته عن إسرائيل وحكيه عن إسرائيل بالناحية الإيجابية، إلا مرة واحدة جنن عمك نتنياهو والشارع الإسرائيلي لما طلع وقال إنه دولة إسرائيل كانت بتعرف بهجوم 7 أكتوبر وتركته يصير. So I've been to Israel many times. The whole country is a fortress. When I first heard this story, I still have the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. طبعا هذا التصريح لإله عمل له شغب ومشاكل كبيرة بالداخل الإسرائيلي وفي أمريكا، لدرجة أنه البعض بلشوا يتهموه بالمعادلة السامية. وبحسب مصادر مثل The Guardian وThe Hill، وبأبريل 2024 بلشت الاندلاعات الكبيرة بالجامعات الأمريكية ضد سياسة أمريكا وإسرائيل باللي عم تعمله بفلسطين.
بيطلع عمك كيرك وبقول هذا هو أو هي أعداء السامية. وطبعا طلب من الحكومة الأمريكية بأنه تطرد كل طالب بيطلع مظاهرات ضد أفعال إسرائيل لأنه بيعتبروه ضد السامية إن كان أمريكي، أو إذا كان أجنبي بيطردوا من البلاد أو ترحيله من البلاد بشكل كامل لأنه يعتبر تهديد للأمن القومي الأمريكي. تخيل. وقبل اغتياله بفترة صغيرة نشر كيرك تغريدات بسيطة على السوشيال ميديا قال فيها أنه الغرب ما في يستضيف أي لاجئ من غزة، وأن على الدول العربية اللي بتبلغ عددها أكثر من 50 دولة أن تستضيفهم بدلا من ذلك. وكمان وصف هجرة الفلسطينيين إلى الغرب وأمريكا أنه هي تهديد واضح للأمن القومي العالمي. وهي التصريحات طبعا عملت من عمك كيرك وفوتته بالنفق المظلم أكثر وأكثر، وبدل ما يحقق نجاحات واسعة وهائلة ومهولة مثل ما كان هو مخطط انتهت مسيرته بأرضه ونهاية مأساوية. وبيوم 10 سبتمبر يعني قبل يوم واحد من ذكرى 11 سبتمبر الأمريكي اللي كلياتنا بنعرفها وقت الأبراج وقت وفاتت فيها الطيارات، والساعة بالضبط كانت 12:20 كان عمك كيرك عم بيقول خطاب قدام 3000 شخص. فجأة تطلع رصاصة من مسدس من شخص قاعد بالقاع ليفطس أو يتوفى لشماتة بالموت بعد ساعات قليلة لتعمل فوضى بالمكان، وليطلع عمك ترامب بعد ساعات قليلة ويعلن وفاته ورحيله. وأكيد رح يحطوا كبش فدا لأنه ما لقطوا حدا يلي هو اسمه تايلر تايسون، عفوا اسمه تايلر روبنسون، يلي كل عمره على بعضه 22 سنة، بس المعروف عنه انه كتير معادي لآراء كيرك ولأشياء كيرك يلي ما بحبها. وحسب التقارير الأمريكية من عمك مكتب الاف بي اي والسي اي اي والني اي اي انه عمك روبنسون كان عايش مع حدا يعني زميل سكن عامل عملية تحويل جنسي، وهي هلا عم تساعد السلطات الأمريكية واللي أكدت كمان انه هي ما عندها علم انه كان عمك روبنسون عم بخطط لهيك شيء. والدافع الأساسي لعمك روبنسون انه كرهه الشديد عن يلي عم يحكيه كيرك ويلي كان عم بدافع عنه كيرك أفكاره المتطرفة بالنسبة لريبونسون يلي كان يسميها كمان ريبونسون بالفاشية، يلي كمان أظهرت بالرصاصات يلي قوصها ريبونسون على كيرك حافر عليها لا للفاشية. كان كيرك بالنسبة لريبونسون يلي هو رمز للفاشية بسبب طبعا دعمه الكبير لإسرائيل ومهاجمته لبعض المظاهرات أو كل المظاهرات اللي كانت تطلع في أراضي أمريكا بالجامعات يلي بتكون عم تناهض الدولة الفلسطينية والدفاع عنها. سافر ريبونسون مسافات طويلة من مدينة لمدينة لحسن يصل لهي الاجتماع وهي القاعة ليشوف كيرك قدام عيونه وينفذ خطته. حتى حاكم بلدية ريبونسون أو يلي كان عايش فيها ريبونسون أكد أنه ريبونسون كان بيكره الفاشية وكان عنده أفكار متطرفة، السيناريو اللي كلياتنا بنعرفه. وهذا اللي أثبت على ريبونسون أنه الهدف الرئيسي تبعه لقتل كيرك هو دافع سياسي أو يعني انتقام سياسي. بس السؤال الحقيقي المطروح هلأ، هل فعلة ريبونسون وكيرك رح تفتح حالة اغتيالات جديدة مثل أيام زمان تستهدف معارضي الآراء؟ دمتم سالمين أيها الشعب الطيب، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هي القصة، وإذا حبيتوها لا تنسوا تدعمونا باللايك وشير وإلى آخره. طبعا إذا عندك أي قصة خاصة أو بتحب نحكي عنها لا تتردد أبدا، فيك تكتب لنا بالتعليقات. ودمتم سالمين.